إن الكعبة المشرفة هي بيت الله تعالى الذي يحج إليه المسلمون كل عام، ويأتون إليه من شتى بقاع الأرض شوقا لرؤيتها والطواف بها. هذه الكعبة المشرفة بناها سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام، وهي موصولة بالبيت المعمور في السماء السابعة. ولقد فرض الله تعالى علينا الحج إلى بيته الحرام مرة واحدة في العمر على المستطيع، والاستطاعة تكون استطاعة مادية وصحية وأمنية، فإذا لم توجد الاستطاعة تسقط فريضة الحج. قال تعالى في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكل المسلمين يريدون أن يذهبوا إلى الكعبة المشرفة في حب وشوق وحنين لرؤية بيت الله تعالى. وهناك 3 أسرار عن الكعبة المشرفة لا يعلمهن الكثير من المسلمين، وهذه الأسرار لا يوجد لها مثيل في الأرض كلها. وهذه الأسرار هي: السر الأول والثاني الحجر الأسود ومقام إبراهيم، ليس مجرد حجارة بل هم ياقوتتان من يواقيت الجنة. والسر الثاني فإن بئر زمزم ماءه يأتي من نهر من أنهار الجنة، فيوجد على يسار باب الكعبة الحجر الأسود وهو حجر تحطيم السيئات، وعلى يمين باب الكعبة يوجد صندوق من الرخام النادر تحفظ فيه الأدوات التي يستعملها خدام بيت الله تعالى لخدمة بيته. ثم يوجد في منتصف الكعبة يوجد 3 أعمدة تسمى بأعمدة الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.